بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. كل سنه وانتم طيبين. خلاص رمضان كل شويه بيقرب. الموضوع قرب قوي. بس يعني يمكن انتوا لاحظتوا ان انا اتاخرت شويه في اني بجهز شويه حاجات لرمضان، والتاخير ده لانه احنا يعني علشان تبدأي في الاستعداد لرمضان زي ما كنت اتكلمت معاكم في الفيديو السابق. الاستعداد لرمضان مش بستعد في اتجاه واحد، استعدادي بيبقى في اتجاهين اتنين، وهو اني بشتغل الحاجات اللي محتاجها البيت، لان ده زي ما اتفقنا هيبقى تنظيف دوري للبيت او تنظيف موسمي خاص بموسم بداية في موسم الصيف. وبشتغل حاجات كمان في المطبخ بحيث انها بتساعدني في الوقت بتاع يوم رمضاني انه يعدي بالنسبة لي بشكل سهل، ما يكونش فيه ارهاق ليا وانا صايمه، اقدر امارس كل العبادات بتاعتي بمنتهى البساطه، وعندي وقت بيسمح لي حتى كمان انك انت لو عايزه تقعدي مع الولاد، عايزين يعني تقعدوا مع بعض شويه، يبقى في وقت انك تقعدي معاهم يقعدوا معاكي، تجمع عائلي مع بعض او في زيارات، يبقى عندك الوقت اللي يسمح لك انك تقومي بكل الحاجات دي. فاحنا بنمشي في اتجاهين، واتأخرت لانه الجو ما كانش يعني سامح لي اني اقوم بالموضوع ده. كان تراب وكان شتاء، ففي حاجات لازم همشي فيها الاول زي ما كنت اتكلمت معاكم ان انا ببدأ من جوه لبره. فلما عملت الفيديو بتاع الاستعداد لرمضان جالي سؤال عن الكراكيب، ايه هي انواع الكراكيب والكراكيب موجودة فين، وابدأ افكر فيها ازاي. الكراكيب، كلمة الكراكيب معناها حاجات عندك كم مهمل، ركن مهمل، ضرفة مهملة، مكان مهمل، حتى لو هو درج ضروري جدا موجود في البيت او ضرفة ضرورية جدا موجودة في البيت وبتستخدميها كمان يوميا، ولكن فيها حاجات انت في غنى عنها، مش بتستخدميها، بيعدي عليها وقت، مكسورة، بايظة، يعني اي حاجة، فبتبقى مركونة ومحطوطة كجزء سلبي في المكان اللي هي فيه، زي ما قلت لك درج، ضرفة، حجرة، مكان، ركن. طيب هل كل الكراكيب او كل حاجة موجودة في البيت انت مش بتيجي جنبها يعني من ملهاش لازمة؟ لا، في حاجات عندنا بنبقى احنا تبقى موجودة عندك ولكن ما ينفعش ترميها، ما ينفعش تتخلصي منها، ما ينفعش ان اقول ان انا هستغنى عنها. دي بسميها يعني الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي ومش بستخدمها، دي حاجات سلبية وبتديني طاقة سلبية، بتحسسني انه في حاجة غلط في البيت ومش بتشجعني ان انا اقوم باي حاجة خاصة بالبيت من تنظيف. لكن لما ابقى مثلا مخزنة لبنتي شوار، شايله لها مثلا مفروشات في ضرفة عندي مثلا، او مخزناها في مكان، اجهزة وحطاها في ركن في البيت، او حتى لو الحاجات دي خاصة بيا انا، مش ببناتي او حتى بالولاد بشكل عام يعني، برضو مش هقدر اتخلص منها، ولكن ممكن احطها بشكل ما يحسسنيش ان هي جزء مهمل، جزء كراكيب، جزء عامل لي نوع من الارق. انت ممكن تعمليها كشكل ما فيهوش اي مشاكل عندك، تحطيه في المكان المناسب اللي ما يحسسكيش انها حاجة عاملة لك مشكلة في البيت، فيبقى بالنسبة لك الحاجة دي مش كراكيب ولكن قدرتي تستغليها وتوظفيها بشكل ايجابي. يعني موضوع الكراكيب ده حتى ال يعني تلاقي نفسك انتي، لو انتي ليكي مزاج انك انتي هتقومي بحاجه وعايزه تقومي وبتشوفي حد بيشجعك وبيشتغل وبيعمل الحاجات دي، بس الموضوع ده بالنسبه لك مؤرق. طب الكراكيب دي موجوده فين؟ انا هتكلم عن كل غرفه وكل مكان موجود في البيت. فاكتر مكان بيبقى عندك فيه كراكيب اولا اماكن داخليه موجوده في البيت، وزي ما قلت لكم المطبخ. المطبخ ده يعني تلاقي في كل حتة اكيد في حاجة، يعني هتفتحي ظرف المطبخ هتلاقي مثلا في ظرفة الحلل اكيد في حلل عندك
تيفال مثلا مجرحة، عندك قلاية مثلا أو طاسة محروق منها حاجة، محروق منها جزء، مش هتقدري تتحكمي فيها انك انت تنظفيها وخلاص، مش هتنفع. برضو قلاية تيفال ومتجرحة، الحاجات دي كلها ما ينفعش اصلا نستخدمها، خلاص بقت تدي ضرر للصحة. يبقى كده انا دي بالنسبة لي كم مهمل، تبقى كراكيب، تبقى حاجة ملهاش لازمة. طب دلوقتي الحاجات غالية، مش لازم ان انا مثلا عندي طاسة وحلة ملهمش لازمة عندي وحرميهم، يبقى لازم اجيب الحلة والطاسة دول. اجيب الطاسة وبعدين الحلة، اجيب الحلة وبعدين الطاسة، حسب اولوياتك. مثلا عندك المعالق اللي انتي بتستخدميها على النار للتقليب، في الحلة او في الطاسة، اي حاجة عندك مكسورة، معلقة خشب محروقة فيها حتة مكسورة، فيها حتة مش عارفة، فيها حاجة مش مظبوطة، ارميها، مش مشكلة. ما هي انت هتلاقي نفسك مش عايزة تجيبيها عشان تستخدميها، فارميها وهاتي غيرها. معلقة، سباتولا، ماسك، مرة ده مرة ده مرة ده، هتلاقي نفسك بدأتي تجمعي الحاجات دي على مراحل، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة. ايه تاني في المطبخ؟ عندك كوباية فيها حتة مكسورة وقلتي لا دي عشان مكملة الطقم حرام ارميها، ما هو انت مش هتستخدميها، طب انت شايلاها ليه؟ عندك مثلا زجاجات ما المياه الغازية، زجاجات مية، الحاجات دي كلها لازم ترميها. زجاجات وحاجات مكان مواد تنظيف، كل الحاجات دي لازم ترميها، ملهاش اي لازمة. اي حاجه بقى موجوده عندك في المطبخ انت حاسه انها ملهاش لازمه، ضرفه ضرفه كل يوم ابداي افرزيها، شوفي ايه اللي موجود فيها انت مش محتاجاه وابداي تخلصي منه. ده بالنسبه للمطبخ الاساسي، الكراكيب. كمان نسيت حاجه في المطبخ، علب التلاجة والحاجات اللي هي انت حاسه ان هي خلاص مش صحيه، وانت عايزه تبداي بقى تغيري وتعملي يعني تبديل للموضوع ده، اغير لحاجات صحيه، هاتي حاجه حاجه، جزء جزء، طقم تلاجة مرة، طقم تاني فيه للفريزر مثلا سيليكون، وهكذا. وابدأي تخلصي من العلب، بس ما ترميهاش، انت ممكن تستغليها عندك مثلا كمنظمات للولاد، للأقلام بتاعتهم والأدوات المدرسية بتاعتهم، عندك في السراحة أو التسريحة بتاعتك، تحطي فيها المكياج بتاعك، يعني اتصرفي فيها، تحطيها في درج، تنظم لك الدرج مثلا اللي فيه الشواحن بتاعه الموبايلات، الحاجات اللي هي الريموتس، اللي هي ممكن مثلا زي ريموتس التكييف مثلا، ما بنستخدمهاش في الصيف، في الشتاء لو هي بارد بس، فجمعي الحاجات دي، الحجاير اللي بتستخدميها للريموتس والحاجات دي كلها في العلب اللي هي علب التلاجة اللي انت استغنيتي عنها، رصصيها في الدرج جنب بعض بحسب المساحة الموجودة عندك، ورصي فيها الحاجات اللي هي الصغيرة اللي بتبقى في الأدراج عندك مركبة. برضو هتلاقي الكراكيب موجودة في كل غرفة، والجزء الأساسي اللي هتلاقي فيه كراكيب عندك في البيت غرفة الولاد، غرفة 2 حسب ما هي موجودة في البيت عندك، الغرف الخاصة بالولاد يعني. غرف الولاد شيء طبيعي ان ولادنا بيكبروا مهما كانت المراحل العمرية الخاصة بيهم، فلما بيكبروا في حاجات بتصغر عليهم كتير، من ملابس، أحذية، شنط حتى كمان. يعني شنط وهما في كيجي ما تنفعش وهما في ابتدائي، شنط وهما في ابتدائي ما تنفعش وهما في اعدادي، وهكذا، حتى لو كانت الشنطة نوعها جيد. فهتلاقي إن اكيد حد محتاج يعني الموضوع ده، فحاولوا تتخلصوا من الحاجات دي في الاتجاه ده. الملابس زي ما اتكلمت، الحاجات اللي هي الولاد سنهم بيكبر عليها. طيب في كمان كم احنا ما بناخدش بالنا منه، كم مهمل، كم كراكيب، تلاقي الولاد كبروا عليه وانتي ركناه وسايباه او مش في بالك، وهي اللعب الخاصة بالولاد. في لعب الولاد سنهم بيكبر عليها بيركنوها ومش بيجوا ناحيتها خالص، في لعب بتبقى مكسرة، في لعب بتبقى بايظة، فده كم مهمل ابدأي افرزيه مع الولاد. وفي حاجة حلوة أنا كنت شفتها على النت، إنه في ناس يعني بتطهر وتعقم اللعب البلاستيك اللي هي وخاصة لو هي نوعها جيد، يعني بيحطوها في غسالة الأطباق وبيشغلوها بمعقم، يعني يطلعها للولاد نظيفة ومعقمة. فانت حاولي تفرزي الحاجات دي للولاد، وشوفي ايه اللي ملوش لازمة ارميه، لانها حاجات هما مش بيستخدموها، فمحطوطة كده ككم مهمل في غرفة الولاد.
كمان الكتب الدراسيه اللي خلاص السنه الدراسيه خلصت بالسلامه ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق، نبدا نفرز الحاجات دي. ادوات المدرسيه زي ما قلت لك ابداي نظميها. لو عندك ادوات زي ما قلت لك العلب الثلاجه اللي هي غير صحيه استغليها في الموضوع ده، هتنظم لك. او بوكسات عندك او بوكسات تشتريها زي ما انت عايزه، ابداي نظمي الموضوع ده في المكتب بتاعهم، في التربو بتاعهم، في الادراج بتاعتهم، يعني على حسب الحاجه اللي انت عاملاها للولاد فيها الادوات الدراسيه بتاعتهم. الجزء بقى اللي هندخل فيه في الاوضه الخاصه بيكي انت، فغير الدواليب انك انت بتفرزي لو انت لقيتي حاجه عندك مش بتلبسيها، خصوصا ان احنا هنبدا بقى نفرز الشتوي، وعايزه اشوف بقى الموضوع ده ان شاء الله هنعمله مع بعض. هنبدا نفرز الشتوي قبل ما نشيله، لازم تفرزيه ولازم تشوفي ايه اللي مش بتلبسيه. لقيتي نفسك عدى سيزون عليكي مش بتلبسي فيه اللبس بتاعك ده وعد كذا سيزون مثلا، يبقى انت مش محتاجاه، يبقى الاحسن ان احنا نتصرف فيه لحد هيكون محتاج. برضو شنط عندك حسيتي ان هي فيها جزء اتقطع، جزء مش كويس، جزء مصدي، جزء لونه اتغير، ابدأي تخلصي منها. شوز نفس الحكايه. السراحه عندك ابدأي افرزي الميك اب بتاعك. شوفي ايه اللي حاسه انه صلاحيته خلاص بقت منتهيه، حاجه بقت فاضيه، حاجه بقت ناشفه مش هتستخدميها، فخلاص اتخلصي منها عشان حتى لو انت محتاجه غيرها تشتري غيره. الحاجات دي كلها الادوات العنايه الخاصه بيكي برضو تبداي تفرزي الاكسباير بتاعها، تشوفي خلاص محتاجاها يبقى خليها الاكسباير بتاعها شغال، مدة الصلاحية بتاعتها شغالة، خلاص صلاحيته انتهت خلاص انا بتخلص منه. مكان اللي فيه الادوية عندك برضو تبدأي تتخلصي من الحاجات اللي الاكسباير بتاعها خلاص ميعاده جه، خلاص بتبدأي تتخلصي منها. ادراج انت شايله فيها حاجات خاصه بيكي خاصه بزوجك في السراحه في الكومودينو، ابدأي تخلصي من الحاجات اللي ملهاش لازمه. يعني هتلاقي في كل مكان في حاجات. يعني انا لما عملت معاكم البوفيه، الادراج بتاعه البوفيه حتى في ناس كلمتني وقالت لي يعني احنا طلعنا من الادراج البوفيه شنط خلصنا منها. فتخيلي هتلاقي الادراج بقت رايقه ومنظمه وجميله، وانت حابه انك انت تتعاملي مع كل جزء موجود عندك في البيت. المكتبة عندك هتلاقي المكتبة فيها مجلات، فيها جرايد، حاجات عندك. ففي فكرة حلوة قوي انك انتي، الفكرة دي كانت يعني مدرسة عندنا في المدرسة وانا في ثانوي كانت قالتها لي، انه لو عندي مجلات ممكن اجمع المجلات دي مع بعض واعملها في شكل مجلد، بوديها لحد بيجلدها لي في شكل مجلد. او اني انا دلوقتي في فايلز كده، يعني يا ريتني كنت حضرته، فايل بيبقى موجود جواه الفايلز الشفافه الكتير دي. انت ممكن تجمعي يعني مش شرط المجله كلها تكوني انت محتاجاها، في حاجات معينه قطعي الصفحه بتاعتها بالمقص وخدي الصفحات دي ودخليها في الفايل ده، كل ورقه في ظهر التانية هتبقى عامله زي الكتاب بالظبط. يبقى انت جمعتي الحاجات اللي انت محتاجاها. بس اذا كان بقى انت بتحبي مجلات عن الموضه، عن الديكور، اي حاجه تانية من اهتماماتك، فانت هتبقى عندك الفايلات دي معموله فيها الحاجات المهمه بس، واستغنيتي عن المجلات الكتير اللي ملهاش لازمه والجرايد اللي ملهاش لازمه. خلي عندك جزء، اكيد الجرايد هتحتاجيها في حاجات في البيت، خلي عندك جزء بس مش كتير. الاكياس البلاستيك الموجوده في المطبخ برضو خلي عندك جزء، ما تخليش عندك حاجات كتير هنحتاجها زي ما كنا اتكلمنا ان احنا بننظف فيها الخضار. خلي عندك مجموعه، ما تمليش الدنيا عندك قوي منها، وطبقيها زي ما انا معلمتكم الطيات بتاعه الاكياس البلاستيك. عندك افتحي في كل مكان في البيت، هتلاقي حاجة انت متضايقة منها اعرفي ان فيها اكيد كراكيب، ابدأي افرزي هتلاقي نفسك بعد ما خلصتي مرتاحة ومنسجمة واخر جمال. هنبدأ مع بعض ندخل جوه الظرف الموجودة عندنا في كل حتة في البيت. انا خلصت معاكم الحمد لله النيش والبوفيه، فده كان جزء عندي لازم اخلصه بدري كده وافوق منه، لان في مرحلة جاية هنبدأها مع بعض. احنا في بداية الاسبوع نبدأ بقى نشوف الحاجات دي مع بعض ان شاء الله، عشان يخش علينا شهر رمضان واحنا حاسين ان البيت رايق، ما فيهوش كراكيب، ما فيهوش حاجة مضايقاكي، ما فيهوش حاجة مخلياكي حاسة انك انتي في حاجة كده غلط. فاحنا هننظم الحكاية دي ان شاء الله مع بعض.
يلا نبدأ. ادخلوا جوه، شوفوا الكراكيب، شوفوا الحاجات اللي ملهاش لازمة، حاجة ابدأوا اعملوها لحد ما الولاد يخلصوا الامتحانات ان شاء الله على خير وبالتوفيق وبالنجاح. نبدأ نشوف الحاجات دي ان شاء الله ونخلصها. كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد لكليفر مامي. سلام عليكم.